طبعا لو خرجنا من الحمام هنا وابتدينا ندخل في اول غرفه معانا، زي ما انتم شايفين اول غرفه تبقى غرفه اطفال. طبعا كل العتب اللي موجود عتب بريشيا، عشان البريشيا تليق مع الباب اللي احنا مستخدمينه، وبرده تليق مع الارضيات الباركيه اللي احنا مستخدمينها. ارضيات باركيه شكلها معمول باحتراف جدا، وطبعا الوزر هيدن زي ما انتم شايفين. غرفه بسيطه جدا عندنا فيها موجود الدولاب في المكان ده، وحاطين وراه برايز عشان برضو احتياطا لو حصل اي تغيير في مكان الدولاب يبقى فيه خدمه موجوده للبرايز. عندي طبعا هنا في سرير كبير موجود. السرير ده طبعا موجود هنا كده مقابل للشاشه على طول، عشان اقدر ان انا استعمل السرير بشكل مناسب. عندي في المكان ده موجود الشاشه بتاعتي دايركت على السرير بتأسيسها كله، طبعا بالدايمر بتاع الساوند سيستم، والسماعه موجوده بعيد عن السرير عشان ما تعملش اضاءه على السرير. عندي التكييف برضو ما ننساهوش موجود فوق السرير، تم تأسيسه وتم تشغيله وتركيبه بفضل الله تعالى. اهم حاجه ان احنا نعمل حاجه تكون عمليه، وفي نفس الوقت نشغلها ونجربها للعميل. بفضل الله تم تشغيل جميع التكييفات وتسليمها على خير، وجميع الخدمات اللي احنا قدمناها تم تسليمها على خير، من تكييف، من ساوند سيستم، من اجهزه شفاطات، من اجهزه الكلام ده. وان شاء الله باذن الله مع الخدمه كويسه الحمد لله اللي احنا بنقدر نقدمها باذن الله. شغالين حاليا على الفرش، وباذن الله استنونا لما نفرش الوحده باذن الله هنصورها لكم كلها. ما ننساش طبعا ان احنا عاملين بيت نور خفيف خالص موجود معانا عشان نقدر ان احنا نوزع الاضاءه بشكل احترافي. زي ما انتم شايفين طبعا استخدمنا برضو دلايه حلوه جدا في النص بحيث ان هي تمشي مع جو الغرفه. وطبعا زي ما قلنا ان احنا بنهيئ الفراغ ان هو يتفرش بالطريقه المناسبه، بحيث ان بعد كده لما نفرش يكون الموضوع بسيط وسيمبل. الاسقف كلها لونها ابيض والحوائط كلها لون واحد، الفانيليا لاتيه. طبعا عندنا الابواب من البي في سي برضو كلها نفس الستايل نفس الشكل، عن احساس الخشبي موجود فيه مع احساس الباركيه مع العتبه البريشيا، عامله شكل احترافي جدا. طبعا الابواب من البي في سي الاكريليك، وطبعا مضاده لاي رطوبه موجوده. لو دخلنا على الغرفه الثانيه، غرفه الاطفال الموجوده معانا الثانيه، زي ما انتم شايفين برضو حاجه معموله باحتراف. بفضل الله عندنا امكانيه في ان احنا نوظف البادجت في المكان المناسب، وفي نفس الوقت بنطلع جوده عاليه جدا بفضل الله تعالى. طبعا عندنا المكان ده معروف، المكان ده عندنا هنا هنحط فيه زي مكاتب بحيث ان هي تخدم لغرفه الاطفال اللي موجوده معانا. بعد كده عندي في هنا سرير وهنا في هنا سرير، وطبعا احنا استخدمنا كنا عاملين بدون ساوند سيستم، والعميل طلبه في الاخر قدرنا الحمد لله ان احنا نوفقه له، عشان كده حطينا العلبه دي في مكانها هنا. المفروض ان هي تبقى جنبها هنا او الثلاثه فوق بعض، ولكن عشان العميل طلب مننا ان احنا نضيف له ساوند سيستم، فالحمد لله بنبقى عاملين احتياطاتنا لكل التفاصيل اللي موجوده معانا. طبعا هنا السرير الثاني، وعندي شباكين طوال من الالوميتال البي اس. طبعا عندنا هنا المكان بتاع الدولاب، عشان كده الشريحه اللي فوق الدولاب عريضه اكتر من 80 سم، ونفس الباركيه اللي استخدمناه في جميع الغرف موجود معانا، وبرايز الخدمه الحمد لله مغذيه الغرف كلها بالكامل. في برضو بيت نور داير عشان نحط فيه السبوتات، وعندنا دلايه موجوده في نص الغرفه تمشي مع الاحساس اللي ماشي معانا الحمد لله. طبعا احنا هنا كده نكون خلصنا الغرفه الثانيه، ندخل على اخر غرفه معانا اللي هي غرفه الماستر بالحمام الخاص بيها. طيب احنا نشرح الغرفه بعد كده ندخل على الحمام ان شاء الله. عندنا طرقه كده مرور عملناها فلات جبسون بورد، حطينا فيها اضاءات، والاضاءه طبعا موجوده على اليمين وانا داخل. عندي غرفه الماستر هنا برضو معموله بشكل احترافي جدا. عندي السرير موجود في النص، وعندي طبعا هنا الاباليك موجوده في التجاليد اللي معانا بحيث ان هي تكون ديفيتير. طبعا هنا في موجود السرير تمام زي ما انتم شايفين، الباركيه طالع مع التجاليد اللي موجوده معانا.
وعندي مكان الدولاب موجود هنا بالكهرباء بتاعته، عشان لو حبينا ان هو نعمل دريسنج في يوم من الايام نقدر ان احنا نعمل الدريسنج بالاضاءه. هنا المدخل، وعندي هنا الشاشه موجوده تمام في المنطقه دي مقابله للسرير. طبعا عندي هنا التسريحه بالليد بتاع المرايه اللي موجوده، عشان برضو لو التسريحه فيها اضاءه هيدن او ليد نقدر ان احنا نستخدمها. زي ما انتم شايفين كل حاجه معمول حسابها بفضل الله. التكييف برضو اتركب معانا، والستاره موجوده هنا عندنا، وعندنا في شباك طبعا من الالوميتال معمول برضو الحمد لله من بي اس الصغير. زي ما انتم شايفين ان الموضوع ماشي معانا كويس جدا بفضل الله تعالى، وقدرنا ان احنا نوفق غرفه بجو خاص نقدر ان احنا نطلع منها شكل احترافي الحمد لله. طبعا عندنا هنا المفاتيح معموله ليفيتير مع اللي هناك، لو قدرنا ان احنا نطفي النجفه من هنا نقدر ان احنا نفتحها من هنا تاني دلوقتي زي ما انتم شفتوا كده. فاقدر ان انا افتح النجفه من هنا عشان ادخل على السرير، وانا على السرير اقدر اطفي النجفه عشان او الدلايه عشان ما تعمليش ازعاج يعني. لو انتقلنا بعد كده على الحمام برضو معمول بشكل احترافي الحمد لله. عندنا عتبه بريشيا مع الباب التركي معمول مكون من البي في سي المقاوم للرطوبه. زي ما انتم شايفين عندنا هنا الاضاءه معموله بشكل احترافي مع كشاف الطوارئ. بعد كده الاكسسوارز اللي موجوده هنا، وبعد كده عندي مرايه ليد زي ما انتم شايفين عملت بشكل احترافي. عندي مكان للسخان ما انساش مكانه برده سواء التغذيه او سواء الكهرباء. عندي الشاور هنا مش كابينه، برضو انا دايما برجح ان الشاور نعمله من غير كابينه بحيث برضو يعطي وسع للمكان. عندي هنا ارفف من البورسلين ومدعومه طبعا بالاضاءه. وعندي نفس الشاور اللي موجود هناك، طبعا في جتات وفي هاند شاور وفي المصب بتاعه موجود. وطبعا عندي هنا البيبه بتاعت الشاور من نفس البورسلين. طبعا زي ما انتم شفتوا عندي قطعه من الرخام محطوطه بشكل احترافي تليق مع البورسلين اللي موجود معايا، مع فاصل بارتيشن يمنع الميه من ان هي تروح على التويلت. وعندنا التويلت معمول بشكل احترافي جدا، والبيبه اللي موجوده ورا لو انتم شفتوها البيبه موجوده هنا ورا ما حدش شايفها، وفي نفس الوقت لو حد شافها هنلاقي ان هي معموله من البورسلين برضو عشان ما تأذيش العين والشخص داخل. طبعا عندنا شباك معمول في سنتر التويلت بالظبط بحيث ان هو يدي شكل احترافي برضو معايا، وفي نفس الوقت التويلت معلقه وليست دفن عشان نوفر تكلفه. وعندنا موجود الخلاط السخن والبارد مع الفواطه محطوطه في مكانها المناسب. بفضل الله الحمام طالع بشكل راقي جدا. ما ننساش ان السقف عندنا طاير عشان يدي احساس برضو بالفخامه معايا. وعندي ليد بروفايل، وعندي هيدن لايت موجود على جميع الاطراف. وطبعا عشان لو اقدر اعيش في جو حلو في الحمامات، لان طبعا بحب دايما ان انا الحمامات يكون فيها جو خاص. زي ما انتم شايفين كده اقدر اعتمد طبعا على الحمام بالشكل الجميل ده، واقدر استخدم الحمام بشكل عادي جدا. فكل حاجه الحمد لله معمول حسابها بفضل الله. طبعا زي ما انتم شايفين كل حاجه معمول حسابها، وده بفضل الله. ثم ان احنا عندنا نظام شويه في الترتيب، اي حد بيتعاقد معانا بيمشي على نظام وسيستم بحيث ان احنا نبقى ماشيين بشكل احترافي عشان نقدر نطلع كل حاجه في مكانها الصحيح. بفضل الله المنتج طلع تحفه جدا زي ما انتم شايفين كده، الموضوع بشكل احترافي وبرضه مترتب على التنسيق والترتيب ومجهود الناس اللي موجوده معانا في الشركه، سواء كان من مهندس المعاينات، سواء كان من مهندس التصميم، سواء كان مهندس المكتب الفني، سواء كان بعد كده من مهندس التنفيذ اللي ماسك الوحده المسؤول عنها، وبعد كده عندنا مهندس مدير مشاريع منطقه القاهره بالكامل.
كل ده شغالين على الوحده عشان تطلع بالشكل الاحترافي ده. ما ينفعش ان انا اشتغل عشوائي، ما ينفعش ان انا اشتغل بدماغي، ما ينفعش ان انا ادخل في التشطيب وانا مش عارف انا رايح فين. الكلام ده كله ما ينفعش نهائي. وطبعا احنا قبل كده حذرنا كذا مره ان لو مشينا عشوائي عمرنا ما هنوصل لدرجه الاحترافيه اللي انتم شايفينها دي. طبعا كل ده بعد توفيق ربنا الحمد لله. الشقه طالعه معانا بشكل احترافي الحمد لله. دلوقتي نقول كل الخامات اللي احنا استخدمناها سريعا مع بعض، بحيث ان احنا نقول السعر الشقه واصل معانا لكام. لو ابتدينا من استخدام السباكه عندنا هتكون بي ار، الكهرباء سلك سويدي اصلي. عندنا بعد كده الجبسون بورد جبس كنوف ساج 4/10. بعد كده عندنا البورسلين هندي 120 في 60 ولكن حمامات مصري. بعد كده عندنا برضو الباركيه في الغرف. بعد كده عندنا التجاليد زي ما انتم شفتوها معايا النهارده. عندي معابر من رخام البريشيا، وعندي الشبابيك من قطاع البي اس، وعندي برضو البي اس ميني، وعندي برضو الابواب من ابواب مستورده تركي. كل ده بفضل الله طبعا مع تشطيب الكهرباء وتشطيب السباكه اللي انتم شفتوه. كل ده عامل معانا بفضل الله 650,000 جنيه. 650,000 جنيه قدرنا نوصل للتحفه اللي انتم شايفينها دي، معموله بشكل احترافي جدا، مع باب مصفح برضو تركي، مع ساوند سيستم، مع كاميرات، مع انتركم. كل التفاصيل دي بفضل الله تعالى قدرنا نوصل لبادجت محترم جدا، وقدرنا ان احنا نوفق ما بين البادجت وما بين التوظيف الصحيح. استنوا شوفوا معانا جميع التفاصيل اللي احنا هنذكرها في الوحدات القادمه باذن الله. واستنوا ان شاء الله من هنا ورايح ان شاء الله باذن الله هيكون في تسليمات كثيره جدا. كان معكم المهندس عبد الرحمن بكر، شركه ايفن زايد. في امان الله.